الياس بوكواسا في ذلك كما يعني ذكر طبعا الامام الليناق بومل. طبعا امير بومل اللي دينا كان له الفضل طبعا مثل ما ذكر الياس لطفي، كان له الفضل في دخول الياس على قائدي الفريقين. الحال ممزوجه بفنيات جميله. تشكيله الاتلتيك باردو في الصورة صابر شريف عبد الكريم مدرب الفريق. هذه هي تشكيلة المولودية، الفريق المستضيف في عمل هناك في الجهة اليمنى يبحث عن طلب الكرة بطريقة ممتازة، تصل للعربي الثابتي يوصلها لبلايلي بطريقة ممتازة ثلاثية، ولكن الذي عودنا على تدوير التشكيلة هنا التوزيع من بلايلي. بصعوبة تبقى الخطورة بر اللاعبين. هنا الاصطدام الأخير هنا في الوجه مباشرة. صعبة هذا الاصطدام. حقيقة الاصطدام لم يكن متعمدا في تنفيذ الركنية الأولى ملعوبة في القائمة الثانية. المتابعة من بلايلي، الدفاع بصعوبة، ارتباك دفاعا. ترجع الكرة لنايجي تصل إلى العربي الثابتي في تنفيذ الكرة. العربي الثابتي داخل منطقة الجزاء. أول كرة وترى رومانيتش. شاهد كيف اختلطت عليه الأمور بين التسديد ويعني التوزيع في مدرجات المولودية. الفن والتاريخ والحضارة هنا تلعب الكرة. الهدف الأول، الهدف الأول، ولكن التسلل شنون شهدت هدفا أبيض، والتسلل كان واضحا. التسلل كان واضحا حتى هو يعني كنسى العربي الثابتي يبحث عن يوسف بلايلي توصل الكرة، والتسلل كان كأس الجزائر. سنتأكد يا يزيد من منهما سيتولى التنفيذ. يوسف بلايلي الأقرب لتنفيذ الخطأ. تلعب كرة فوق الإطار وبتركيز أكبر. يوسف بلايلي يفضل التوزيع هذه المرة والدفاع يتدخل. طريقة ممتازة، يا سلام. يوسف بلايلي وصلته هذه الكرة بطريقة ممتازة. تسديد وترى رومانيتش، وترى لم يكن في التركيز اللازم. نشاهد كيف أعطاه عقب جميل جدا. يا سلام على بلايلي، يا سلام على يوسف حينما تصله الكرة، إما أن يسجل وإما أن يمنح أسيست. وكرة أخيرة، كرة مفتاحية. وترى رومانيتش ضيع أمام شباك أيوب عبد الله على ما أعتقد. تلعب الكرة بطريقة ممتازة لبلايلي والحارس خرج. المنعرج الجنوبي لملعب 5 جويليا. تولوينغا يفتك هذه الكرة، تمشي من هناك مباشرة لبندومة أو عادل بولبينا. عادل بولبينا تسديدة. يختار لقطة من جانب. لا، شاهد كيف راوغ فتح الرواق وسدد مباشرة رغم أنه كان مضايق نوعا ما. تسديدة أولى طبعا مباشرة. وترى استدار بالكرة بين لاعبين اثنين، تمكن من فتح الرواق بطريقة ممتازة. سوغرانا راوغ، سوغرانا تسديدة بالأحسرة يلعبها لحليمية. التوزيعة موجودة، الاستغلال موجود. يوسف بلايلي حاول المرور بالمراوغة. يوسف بلايلي داخل المنطقة والتسديد مثالية لزميله. شوف يعني العودة الدفاعية هي التي أفسدت طبعا رجل تتراوي الموجود في كل الأماكن. أو حميدي توزيعة ممتازة من هناك، ولكن الحارس عدل بالكرة يرجعها إلى حميدي محاولة المرور والدخول بالكرة. التوزيعة موجودة من هناك. بولبينا والدفاع يخرجها. لقى بندومة وصل بالكرة، تمكن من توزيعها، ولكن بعد الأخطر والأمهر تلعب مباشرة. ترجع له من جديد بطريقة ممتازة بلايلي. العارضة بومل أو باتريس، طبعا أمير بومل. شاهد بلايلي طبعا بينه وبين الشباك كان تقريبا في المرمى، داخل المرمى. دخل هو والكرة عادت. يوسف بلايلي بذل مجهود كبير، تابع الكرة ولكن الحظ ما كانش معه. الكرة في القائمة الأيسر لحارس المرمى مختار فراحي. شاهد التدخل الأول ثم في الثانية فويو ليوسف. يا سلام. يا له من الحظ. وفي الهجوم بلايلي نايجي ووتر. هنا الكرة ملعوبة والخطأ الأول من قدوة ويحمل الصافرة منذ ما يقارب 20 عاما. هكذا كان الخطأ بشكل واضح اثر عقب ولا أروع من يوسف بلايلي. يتقدم يوسف
يركز يوسف هذه المرة، التسديدة بجانب إشارة التنفيذ. يوسف سيلعبها داخله مباشرة. يوسف مكان أيت عبد السلام أحمد وتوفيق مساوي. خرج اضطراري هنا الكرة وترى كتل العيجي. 8 بالنسبة لبايزيد و7 بالنسبة لمرزوقي. وهنا الانطلاقة بأتليتيك بارادو، تسديدة ولكن بعيدة. ينطلق بلايلي، حاول المرور، يتقدم بلايلي بطريقة ممتازة بتوزيعاته الجميلة. يا سلام، ترجع للكرة. تركيزه ولم يتوقع، لم يكن يتوقع. جاءته يعني في شاهد الإعادة كيف مرر الكرة وكيف رجع. حتى المدافع عبد الله بن دومة تمكن من إغلاق المنفذ تماما وإغلاق المسار. اعترض طريقة بشرة تصل إلى مرزوقي بطريقة ممتازة من هناك. دخول بالكرة، حكم يمنح ركلة الجزاء. الحكم ودخول بالكرة. نشاهد الإعادة. اللمسة الأولى من مرزوقي منحت طبعا بلايلي هو الذي تحصل على ركلة الجزاء، ومن غير بلايلي له الجرأة وله الإمكانية حتى يتحصل على ركلة جزاء من هذه الزاوية. نشاهد الإعادة. الحكم للمشاهد والقرار للحكم ليسبق واسف في آخر مباراة في مشوارها. هل بالركبة احتسبت الركلة أم باليد؟ ركلة الجزاء هنا. التسديدة، الكرة بابا الحارس على مرتين. مختار فراحي على سيعطي المباراة بعدا آخر وسينعش اللقاء وسيعيدنا. نشاهد في الثانية التسديدة الأولى من يوسف، ثم في الثانية القائم الأيسر تعاطف للمرة الثانية وناب عن الحارس مختار فراحي في هذه المباراة. التسديدة من يوسف حاول أن يعوض الركلة التي ألغاها حكم المباراة لتصل إلى بوكرمة. محاولة الانطلاق. التسديدة من بوكرمة، ولكن الانطلاقة من جانب اتلتيك بارادو داخل منطقة الجزاء. محاولة خطيرة هنا، الكرة من سينتي تراوي. التسديدة ولا بالتهيئة، سدد مباشرة. الكرة كانت بعيدة. هنا كرة أخرى، المتابعة من عبد اللطيف رمضان. يبدو أن المولودية كما ذكرت في واحد من أفضل مواسمها. هنا كرة طويلة مباشرة، مرزوقي يطلبها بلايلي من هناك يوصلها له. هل سيرجعها لمرزوقي بطبيعة الحال بطريقة ممتازة؟ مرزوقي التسديد. أن يقرر هل يسدد أو يمنح كرة لزكريا نعيجي. فضل التسديد أو سددها مباشرة من دون تفكير. حسب ما يبدو من اللقطة استدار مباشرة وحاول يأثر الكرة في الإطار. ثاني بسرعة يلعبها لمرزوقي من هناك. مرزوقي يدخل بالكرة داخل المنطقة، لكن الكرة كاد يسيطر على عناصر المولودية. شاهد هنا حتى كرة ملعوبة لصالح اتلتيك بارادو على غفلة من دفاع المولودية. بولبينا كاد أن يباغت الحارس عبد اللطيف رمضان. حقيقة مباغتة هذه الكرة ومباغتة هذه الرأسية. نشاهد الإعادة. انفرد وانفلت بالكرة، ووزع بشكل جميل. بولبينا ارتقى ووضعها ملعوبة من هناك عن طريق يوسف. دخل بالكرة يوسف، دخل بالمنطقة يوسف. التمهيد والترويض والتسديد والهدف الأول المولودية. يوسف سجل أو نعيجي سجل ويوسف مرر، وتمكن يوسف من التوزيع بعد المراوغة وبعد المباغتة من وضع زكريا نعيجي في أريحية تامة. روض، سدد، فتح الرواق وهز الشباك وهز مدرجات ملعب 5 جويلية بأكثر من 50,000 متفرج. 1-0 للمولودية. 1-0 للمولودية بعد 78 دقيقة من المحاولات من اتجاه المباراة في اتجاه واحد. ويبدو أن إنذار عادل بولبينا الأخير الذي كاد أن يباغت ويخادع شباك الحارس عبد اللطيف رمضان، يبدو أن إنذار عادل بولبينا هكذا راهن الكثيرون وهكذا فعلها نعيجي، واستدار ووضع الكرة في الشباك.